اللي هو مثلا ايه، انا شخص مثلا عايزه البس اللي هو ايه تيشيرت بينك وطرحه مثلا بيضه وبنطلون، لا انا عايزه البس قميص ابيض وعايزه البس كرافته حمرا وانزل بسوت. بحب البس ستايلات جديده، ستايلات غريبه في العادي الناس مش بتلبسها. اكيد دي حاجه مش غلط. رقم اتنين، اسلوب حياتي. يعني ايه اسلوب حياتي؟ انا شخص مثلا كروضه، مثلا هديكم مثال فيا انا حد يا جماعه بعشق الشعر وبعشق اللغه العربيه وبحب اللغه الانجليزيه، عامه بحب اللغات قوي والكتابة والقراءة. اسلوب حياتي كله مبني على كده، مبني على الشعر والقراءة والكتابة واللغات والتعلم والتاريخ وحاجات كتيرة قوي. اهتماماتي وده اسلوب حياتي، هي دي الطريقة اللي انا بحب اعيش بيها. قلتلكم الموبايل وموبايلي، الحياة حياتي، محدش هيتحاسب مكاني، دي حياتي اعيشها مرة واحدة، فانا المفروض اقرر انا هعمل فيها ايه. فلان لما انا هلبس الستايلات الغريبة دي او الناس او صحابي هيقولوا عليا ايه ده، ايه اللي هي لابساه ده، انا مالي، مبسوطة ومقتنعة بالحاجة اللي انا بعملها استمر. انا من الناس اللي بؤيد جدا الفكرة دي، وده اللي يخلينا عامة مميزين. البشر مميزين، الناس مش شخصيات واحدة، كل واحد له اسلوب حياة، شخصية، طريقة كلام، فكر معين. الشخص ده مميز بكده، ومثلا فلانة مميزة بكده، هم عنده حاجة تانية مميزة عن التاني ومختلفة، فدي حاجة جميلة جدا. كده زي ما قلتلكم اتصرف زي ما انا عايزة، زي ما انا اتولدت وفي الموقف الفلاني كنت هعمل كده لان دي طبيعتي. مثلا هديكم مثال، انا وصاحبتي يا جماعة لبست عكس بعض بس سبحان الله صحاب. انا في موقف معين انا بتصرف تصرف وهي بتتصرف تصرف تاني. ليه؟ لان احنا مش شبه بعض، حياتنا مش شبه بعض وشخصياتنا مش شبه بعض. يعني في الموقف الفلاني واحدة في طابور مثلا زقتني، غالبا صاحبتي دي بتعمل ايه؟ هتقول بصوت واطي قوي مش تخلي بالك معرفش ايه. انا بقى يا جماعة هتعصب قوي، مش هسيبها إلا لما تعتذر، ولو ما اعتذرتش انا هزقها نفس الزقة. ده ليه؟ لان زي ما قلتلكم انا وصاحبتي مش نفس اسلوب الحياة ومش نفس الشخصية، عشان كده لو احنا تصنعنا رد فعل او اي حاجة غير حقيقتنا احنا هنبقى متضايقين ونحس ان ده مش انا. لازم ما يكونش عندنا اي خوف ان احنا نتعامل بطبيعتنا. زي ما قلتلكم مادام طبيعتنا دي مش هتأذي حد، حاجات يعني فروقات واختلافات مميزة ولطيفة، يبقى تمام، استمروا.